السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الفلكي اليمني، وحديثنا اليوم عن السنة الحميرية عام الموافقة ل 2023، وهي 2139. السنة الحميرية 2139 الموافقة لعام 2023، والتي تبدأ في 14 من أبريل، وطبعا تنتهي في تبدأ السنة القادمة في 14 أبريل، وهو بدء موسم المطر. السنة الحميرية دائما هي بدايتها ورمزها المطر والنماء والخير، كما أن سنوات أخرى تبدأ في 21 مارس، كما أن السنة القبطية تبدأ في 21 سبتمبر مع طلوع الشعرة اليمانية، لكن السنة الحميرية تبدأ في 14 أبريل، وهو بداية موسم المطر. وهذا العام يوافق أن توافق السنة الحميرية في يوم الجمعة، ويوم الجمعة سيكون أول يوم في السنة الحميرية هو اليوم الجمعة، وسيكون في 14 أبريل، والتاريخ الهجري سيكون في 23 رمضان، في ليلة القدر ستكون بداية السنة الحميرية. وإن شاء الله نبدأ بعد قليل عن توقعات هذه السنة الحميرية التي ستبدأ يوم 23 يوم 14 أبريل. وطبعا كما تعرفون أن السنة الحميرية بدأت قبل السنة الميلادية ب115 عاما، ولا يعرف اليمنيون ولا كثير بل 99% من الشعب اليمني عن السنة الحميرية واستخدامات السنة الحميرية، ولا تدرس في المناهج، ويجب أن تدرس، لأن التقويم الحميري هو تقويم زراعي، وشهره الأول هو شهر ذو النابه. وطبعا الشهر الأول طبعا الفصول فيه فصول السنة الحميرية دثة وخريف وسعسع ومليم. الدثة هو الصيف، والخريف هو الخريف، وسعسع هو الشتاء، ومليم هو الربيع، وأول شهر هو ذو الثابه، وآخر شهر هو ذو معون. وطبعا توقعات هذه السنة الحميرية إذا بدأت بيوم الجمعة، فإن السنة كثيرة اللبن والجبن والحروب والنهب والرياح والأمطار والعواصف وتساقط النجوم وعلو الأسعار وتصلح المواشي ويقع مشقة عظيمة، وإذا دخل نجمها وهو الزهرة حصلت البركة، أو في الجوزاء كثر فيها اللصوص وهاجت رياح الدبور وعطش الزرع ويبس الثمر والحنطة وحصن للغنم ضرر، وقيل صيد للناس، وكثر القتل والنهب ويكثر سقط النساء، وربما حدث حرب كبير في البلاد، وربما صلح آخر السنة، والله أعلم. أعيد ماذا سيحدث في السنة الحميرية. إذا طبعا السنة الحميرية بدايتها يوم الجمعة، وستكون في 23 رمضان، وهي السنة الحميرية 2139 الموافق 2023. طبعا السنة الحميرية قبل السنة الميلادية ب115 عاما. هذا آخر التقاويم الحميرية المعتمدة، تقويم أبحث من مبحث. طبعا هناك تقاويم حميرية ومعينية وقتبانية وسبائية، ولكنها انقرضت، وآخر تقويم هو تقويم أبحث من مبحث، وهو تقويم زراعي في 14 أبريل رأس السنة الحميرية. وفي هذه السنة توافق أن تكون يوم الجمعة، فالسنة كثيرة اللبن والجبن والحروب والنهب والرياح والأمطار والعواصف وتساقط النجوم وعلو الأسعار وتصلح المواشي ويقع مشقة عظيمة، وإذا دخل نجمها وهو الزرع حصلت البركة، أو في الجوزاء كثر فيها اللصوص وهجت رياح الدبور وعطش الزرع ويبس الثمر والحنطة وحصل للغنم ضرر، وقل صيد الناس، وكثر القتل والنهب ويكثر سقط النساء، وربما حدث حرب كبير في البلاد، وربما صلح آخر السنة، والله أعلم. وهذه هي توقعات جفرية للسنة الحميرية 2139، وكل عام وأنتم بخير وفي أمان الله.